سلام، ان شاء الله تكونوا كاع بخير، وان شاء الله الفيديو تاعي يلقاكم بصحه جيده ان شاء الله. اليوم خياتي بغيت نشارك معكم وصفه المبرجه الذوب في الفم مبسه بمقادير مضبوطه وطريه. وصفه اكثر من رائعه، نتمنى ان شاء الله تتابعوا معايا الفيديو حتى الاخير باش تشوفوا الوصفه وطريقه التحضير والمكونات مع بعض. بسم الله، نبداو في الوصفه تاعنا. غادي نحتاجو في الوصفه تاعنا 3 كيلات سميد يكون متوسط، اي نوع تستعملوه، المهم يكون سميد متوسط، ماشي خشن. وكيلة ونص تاع الفارينة، 3 سميد وكيلة ونص تاع الفارينة. انا استعملت هذا الكاس يرفد 250، ودرت معاهم نصف ملعقة كبيرة تاع الملح. نخلط هذه المكونات النواشف، السميد مع الفارينة مع بعض. وعندي كيلة تاع سمن ولا زبدة، ولا تخلطوا بين السمن وزبدة، كيلة كاملة. وعندنا الكيلة الزوجة ندو منها أقل من النصف، يعني حوالي ربع كيلة وربع من ليدام. الكيلة الأولى ديروها سمن ولا تخلطوا بين سمن وزبدة، وهذاك الربع اللي زدناه ديروه زيت، ونخلطوا المكونات تاعنا مليح، ولا نحكوا السميد تاعنا مع ليدام جيدا. لازم ندخلو مليح الليدام في السميد تاعنا، لازم نحكوه مليح كيما نحكو المقروض هكا بهذه الطريقه براحه اليد، ونحكو حبيبات السميد مليح، نتاكدوا بان كل كميه تاع السميد تاعنا يعني وصلها ليدام. ومن بعد عندي هنا كيلة تاع الحليب، انا نلمه بالحليب، وانتم تقدروا تلموه بالماء. الا درتوا الماء ديروا مع السميد تاعكم مغرف تاع سكر، ولا مغرف تاع حليب غبره، ولا مغرف تاع العسل، هذا يعاونكم في الاحمرار تاع العجينه، يعطيكم لون شباب. بما انه انا لميتها بالحليب، ما درت لا سكر لا عسل لا حليب غبره، لانه الحليب حتى هو كما نعرفوا يحمر لنا الحلويات ولا المعجنات تاعنا. لميت كما قلت، كما شفتوني العجينه غادي تكون طريه، نخلوها ترتاح مدة 10 دقائق، الوقت اللي يساعدكم. غادي تلقاوها شربت. الحليب كما شفتوني غير كنت نرش فيه ونلم اطراف الاصابع تاعي، والكيلة نستعملوها كاملة. هنا روحوا للتمر، التمر كما شفتوا كان عندي واجد من قبل، فورته درت له شويه زبده وشويه ما زهر وعجنته، لازم يكون طري. انا هذاك التمر كان باقي لي من الوصفه اللي درتها معكم تاع المقيرط، تاني وصفه اكثر من رائعه، تبغوا تشوفوها ان شاء الله وتجربوها. شوفوها. المهم رجعت للعجين تاعي كيما راكم تشوفوا، رقيته الشرب، يعني ما تخافوش منه في الاول كي تلموه غادي تلقاوه سورتو الا كان السميد ما يشربش تمتم، تلقاكم تحصلوا على عجينه تكون طريه، غير تخلوها ترتاح غادي تتماسك. كما شفتوني قسمت العجينه تاعي الى 2 كريات قسمين متساويين، ووجدت ساشي يعني، ولا ديروا ورق الزبده معليش اللي تساعدكم ديروها. وحليت العجينه تاعي هنا كما تشوفوا بالحلال على شكل مستطيل، ومشي شرط نسقموها في الاول، لانه مازال نديرو 3 طبقات، ومن بعد في الاخير نسقموها مليح. هنا غير نحلو على شكل مستطيل، ومن بعد نسقموهم في الاخير. ورحت تاني للعجينه التمر تاعي اللي تكون في الوسط، نحلها بنفس الحجم اللي حليت به العجين تاعي. نخلي هذيك العجينه اللي حليتها قدامي، ونشوف يعني باش نديرهم نفس الحجم بهذا الشكل. نسقم شويه الحواف ونحلها بنفس الحجم بهذه الطريقه. دائما ديروا الساشي ولا ورق الزبده يساعدكم بزاف. ونرفد يعني العجينه تاع التمر تاعي بهذا الشكل، ندير يديا في الاسفل ونرفد ونشوف، يعني نحاول نعبرهم ولا نميزهم باش يجوني كيف كيف، ما تجينيش عجينه تمر كبيره ولا عجينه تاع السميد صغيره. ولا نحطهم على جهه، ونروح للطبقه الثالثه تاني تاع العجين نحلها تاني هي معاهم بنفس الشكل ونفس السمك.
نحاول نسويها غير شوية شوية، لانه كما قلت لكم مازال في الاخير نزيدو نسقموه بهذه الطريقة. هذا هو الشكل نتحصل عليه، وبهذه الطريقة اللي نرفدو بها العجينة تاعنا. نديرو يدينا في الاسفل ونرفدو. نروح نجيب العجينة تاع التمر تاعي نحطها في الوسط كما راكم تشوفوا فوق العجين، ومن بعد نروح للعجينة اللي تجي من الفوق نحطها هي ايضا. هنا كما راكم تشوفوا ما حطيتهاش جوست فوق التمر. الوغ هذيك اللي بقات لي من الحافة الاخرى نرفدها نقلعها ونسودي بها منا اللي بقات بلا عجين. هنا راكم تشوفوا كلش راه قدامكم في الصور في الفيديو واضح عادي. ومن بعد انا قلبت العجين تاعو الطبقه تاعي فوق سطح العمل مباشره، لانه الساشي اللي درتها كانت شويه صغيره والعجينه تاعي مازال نزيد نحلها. الوغ فضلت نحلها فوق سطح العمل مباشره ونزيد نسوي بهذا الشكل. على قلت لكم ماشي شرط نسقموهم في الاول، لانه مازال كي نديروا طبقه فوق طبقه نزيدو نسووهم مليح ونحلوهم بسمك يكون رقيق شويه، ما تغلطوهمش بزاف. انا ما نبغيهمش يكونوا غلاظ، وانتم لكم اختيار كل واحد والذوق تاعه. ديروا السمك اللي تبغوه ومن بعد نبداو نقطعوا فيهم. هنا كي نبداو نقطعوا فيهم نديروا الطاجين تاعنا فوق النار يحمى على نار متوسطه، لازم يطيبوا على نار متوسطه. ومن بعد بديت نقطع فيهم. هنا تبغوا تقطعوا بالطابع ولا تقطعوا بالسكين، يعني كيما تبغوا. انا عندي هذه الاداه قطعت بها. نتوما لكم اختيار طريقه التقطيع، تبغوا تقطعوهم مقروضات بالطابع، راه كاين طابع تاعهم، لكم اختيار. المهم انا قطعتهم بهذه الاداه. كما قلت لكم الطاجين هنا نديروه يحمى على نار ناقصه، لانه العجين تاعنا فيه الحليب لازم يطيبوا على نار متوسطه وهادئه. كما راكم تشوفوا في طريقه التقطيع تاعهم جدا سهله. وهنا على قلت لكم انا بغيت نديرها بهذا الشكل مستطيل باش ما يخرجوليش فيها الحواف بزاف بهذه الطريقه. وبعد ما كملت التقطيع تاعهم نروحوا مباشره نطيبوهم مع بعض. كما راكم تشوفون نحاولوا نرفدوهم برفق، لان العجينه تاعهم طريه، يجوا طريين وبنان يذوبوا في الفم. وصفه ناجحه من اول تجربه ديروها غادي تنجحوا فيها باذن الله. اذا نروحوا نحطوهم مباشره في الطاجين بهذا الشكل. هنا الطاجين تاعي كنت حاطته فوق النار. نعاود نقول لكم بلي النار ما تكونش قويه باش ما ينحرقولكمش وما يتحمرولكمش، ومن الداخل يبقاو معجنين. نحطهم بهذا الشكل وما نبقاوش نقلبوا فيهم، يعني نخلوهم حتى يشدوا رواحهم شويه، نتاكدوا باللي داو اللون هذا الشباب الذهبي، ومن بعد نقلبوهم بهذه الطريقه هكا بهذا الشكل. شفتوا اللون تاعهم شحال شباب. نزيد نكملهم طيابهم، يعني نخليهم يطيبوا من الجهه السفليه، ومن بعد نشوفوهم في طبق التقديم مع بعض. فوالا كما راكم تشوفوا هنا راهم طابوا تاني من الاسفل بهذا الشكل، لونهم اكثر من رائع. لو نتوما تحكموا فيه تبغوهم حمرين بزاف تبغوهم حمرين شويه، لكم اختيار. المهم ما تقولهمش للنار باش يطيبوا لكم مليح من الداخل ما يبقاو لكمش معجنين. اذا بعد ما كملت لهم الطياب تاعهم، هادو هما البراج تاعي ولا المبرجه تاعي في شكلها النهائي ولا في صحن التقديم. جات شابه بالبزاف، وصفه ناجحه، نتمنى ان شاء الله تجربوها، لانه والله العظيم ناجحه من اول تجربه ويذوبوا في الفم.
دوك نقسمو مع بعض حبة ونشوفو الطراوة تاعهم والتبساس تاعهم. نتمنى ان شاء الله، وهذاك السمن يعني غادي يمد لكم رائحة وبنة في نفس الوقت. نتمنى ان شاء الله الوصفة تاع اليوم تعجبكم، تخلوا لي جيم وتعليق شباب كيما نتوما، وتشاركوا الوصفة مع اهلكم واصدقائكم. ونقولكم الى اللقاء، نتلاقاو في وصفة قادمة ان شاء الله، دائما مع الوصفات السهلة والبسيطة.